بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله النهاردة هنشرح الكونسترين التالت عندنا. تمام، وهو النوت نال. كنا شرحنا في الفيديوهين اللي فاتوا أول كونسترين كان البرايمري كي، وعرفنا إن من خصائص البرايمري كي إن أنت مكان ما تحط برايمري كي بياخد معاه تو كونسترينز، أو بياخد معاه كونسترين وصفة أو خاصية مثلا. أول كونسترين بيكون اليونيك، تاني حاجة بياخد إن هو نوت نال. عرفنا يعني ايه يونيك؟ عرفنا ان يونيك دي معناها ان هو ما يقدرش يتكرر، القيمه في الكولوم ده او في العمود ده في الداتابيز ما تقدرش تتكرر. عرفنا ان النوت نال النهارده ان شاء الله هنشرحه وهنعرف ايه معناه، بس هو من اسمه يعني كده معروف ان قيمته ما ينفعش تكون بنال. تمام، فان شاء الله النهارده نبدا نشرح. اول حاجه عندنا بيقول لك النوت نال اذا كولوم ليفل كونسترينز. هتقول لي كده بسم الله الرحمن الرحيم انا ما اعرفش اصلا يعني ايه كولوم ليفل كونسترين. اقول لك لا، انت عارف بس المسمى مختلف. تعال نطلع كده مع بعض فوق شويه ونقول لك احنا شرحناها فين. تعال نروح مثلا في اليونيك كونسترين. اول حاجه كنت انا بقول لك ايه في السنتكس؟ اليونيك دوت في اللي هو الانلاين، اللي هو لحظه وانت بتكريت التيبل كده جنب العمود. تمام، دي بقى اسمها كولوم ليفل كونسترين. عشان انت تكتب الكونسترين جنب الكولوم كده، انت بتخصص ان يعني الكونسترين اللي انت حاطه خلاص انت حاطه على العمود دايركت، مفيش وسيط مثلا ما بينك وما بينه. تمام، فانت هنا بيقول لك ايه؟ ده اسمه كولوم ليفل، اللي انت تكتب الكونسترين جنب مثلا ايه البرايمري كي مثلا جنب الاي دي كده مثلا جنب الكولوم، ده كده اسمه كولوم ليفل. هنا مثلا اليونيك جنب الفون، ده كده اسمه كولوم ليفل. هتقول لي هو في حاجه غير الكولوم ليفل؟ هقول لك طبعا في حاجه اسمها مثلا تيبل ليفل. هتقول لي طب احنا ما خدناش. اقول لك بس واحده واحده، احنا كده كده خدناها. بص تحت كده، فاكر لما كنت اقول لك ان كرييت تيبل ات اند اوف كرييشن؟ اما اجي اقول لك مثلا ايه، احنا مش هنضيف الكونسترين في الصف كده مثلا في الرول اللي عندنا ده، لا ده احنا بعديها هنكتب كلمه كونسترين وبعدين نديها كونسترين نيم وهكذا. ده اسمه بقى تيبل ليفل. انت بتعملها على مستوى التيبل كله. أنت فاهم؟ هو انت بتعملها على مستوى التيبل، الوسيط ما بينكم بيروح يدور على الكولوم بتاعه اللي انت كاتب اسمه هنا، وبعد كده يبدا يديله العقد دوت. تمام، فكده عندي حاجتين: كولوم ليفل، كولوم ليفل كونسترين، وتيبل ليفل كونسترين. تعال ننزل بقى نكمل مع بعض كده. هي فرق مسميات بس، ان شاء الله الدنيا هتبدأ توضح. بيقول لك use to ensure that a column can't contain null values. يعني ايه اصلا الكلام دوت؟ يعني هو بيقول لك انت مثلا تخيل انت عندك كولوم في الداتابيز مثلا بستودنت مثلا. تمام، عندك تيبل ستودنت مثلا في الداتابيز بتاعتك، عندك الطلاب، والطلاب دول ليهم اسامي. فانت لو جيت اتعاقدت مع او عملت كونسترين مع الكولوم اللي اسمه نيم دوت ان هو يكون نوت نل، تمام، هيقول لك ان انت ما ينفعش تلاقي اسم للطالب دوت مثلا ملوش اسم مثلا. يعني تلاقي بيانات الطالب بس الاسم ملهاش اسم، مفيش، مش هتلاقي كده. تمام، ف طب هو الديفولت بتاعه ايه؟ يعني انا لو كريت مثلا تيبل وكريت جواه كولوم اسمه نيم، ولا حطيت نوت نل ولا حطيت نل ولا حطيت اي حاجه، اقول لك الديفولت بتاعته ان هو يقبل قيمه نل عادي جدا. تمام، فهو بيقول لك ensure that every row has a value in that column. تمام، كل student هو للكولوم اللي اسمه نيم دوت، تمام، ما يكونش ليهم null value، او ما يعني ما ينفعش ان هم ما يدخلوش القيمه جواه. تعال نتكلم في important note كده بسيطه. بيقول لك it must be defined at column level زي ما كنا قلنا كده. تمام، not at the table level. عرفنا يعني ايه كولوم ليفل وعرفنا يعني ايه تيبل ليفل كونسترين. تمام، تيبل ليفل قال لك ما ينفعش انت مثلا زي البرايمري كي واليونيك مثلا كده. يعني تعال نطلع كده تاني، ما ينفعش مثلا تيجي انت كده تكتب كونسترين وتكتب مثلا نوت نل وتحط اسم مثلا، وبعد كده تكتب هنا كلمه نوت نل، وبعد كده تكتب مثلا ايه الكولوم نيم بتاعك. الكلام ده مش هينفع في النوت نل، هي خاصيه اكتر من ان هي عقد. فاهم؟ يعني هي زي ما تقول كده حاجه فوق البيعه. حتى لما نروح نكتب مثلا السنتكس بتاعها، انت هتلاقي هنا كل كونسترين لونه ازرق مثلا، انت هتلاقي النوت نال لونها رمادي كده. يعني عشان برضو ايه، هو بيفرق لك ما بينهم وما بين بعض. فده كان اول نوت. تاني نوت بيقول لك ان النوت نال كونسترين require a name doesn't require the name like other constraint. يعني ايه؟ فاكر لما كنا تعبنا وقعدنا نقول ان الكونسترين نيم كونسترين نيم ده مهم، وهو مثلا اللي هنحتاجه وهنرجع بيه واللي الداتابيس بتدور عليه؟ هقول لك ما بقاش فيه الكلام ده، ان هي يعتبر خاصيه اكتر من ان هي تبقى كونسترين. فانت ما بتكتبش اصلا نيم للنوت نال دوت. تمام، تالت حاجة دي هنقف عندها شوية بس هنشرحها، بس برضه هيكون ليها ايه يعني. تعالى نعمل كده هايلايت عليها عشان هنرجع لها نديها اكزامبل. يقول لك you can't add it، يعني ما ينفعش تضيف not null if exist data contains null. يعني ايه بقى؟ يعني انت ما ينفعش يكون عندك تيبل مثلا الستودنت ده انت مكريته اصلا وحاطط جواه قيم، ومن ضمن القيم اللي انت حاططها جواه ديت مثلا ان هو في فاليو في مثلا رو واخد قيمة null مثلا،
وتيجي انت بعد كده بقى تقول لي ايه، لا ده انا عايز بقى اعمل التر للتيبل دوت، واعمل التر للكولوم دوت، واحط ان هو انا عايزه ايه ما يقبلش قيم نل. طب هو مش هيقبل ازاي قيم نل وانت اصلا خالف معاه العقد بتاعك؟ يعني انت من قبل ما تبني العقد انت اصلا مخالف بيه. يعني انت حاطط نال فاليو وراح بتقول له لا ما تحطيش نال فاليو، فبالتالي هيطلع لك ايرور. تمام. آه طبعا بيكلمك هنا removing not null require altering the column. يعني انت مثلا ايه، ما فيش حاجه مثلا اسمها زي ما هناخد كده قدام ان شاء الله ازاي الكونسترين دي بنشيلها عن طريق الدروب. بس هنا بيقول لك دي برضو مش هتتعامل زي الكونسترين، ليها معامله خاصه عن طريق الالتر كولوم. تمام. common mistake بيقول لك trying to add not null on a column with existing null value. انت كده هيجي لك ايرور، يقول لك you will get an error. يعني ايه دي الحاجه اللي احنا لسه قايلينها وقلنا برضو هناخد عليها اكزامبل ان شاء الله. اللي هو مثلا ايه، انت تبقى عندك قيمه بنل ومجهز التيبل بتاعك وقابل قيمه نل، وبعد كده تروح تغيره ايه لنوت نل. فاول سنتكس عندنا طبعا سهل جدا، كولوم ليفل يا دوبك بتكتب اسم الكولوم بتاعك، وبعد كده بتحدد الداتا تايب، وبعد كده بتحط النوت نل زي ما احنا شايفين لونها بيكون رمادي كده. سنتكس تاني بيقول لك ان انت بتالتر التيبل او بتعمل التر لكولوم. كنا احنا نعمل ايه الاول؟ التر تيبل مثلا واسم التيبل تحت نعمل ايه؟ مثلا اد كونسترين. يعني فاكرين كنا نعمل حاجه زي كده؟ لا انت هنا بتغير الكولوم كله، لان هي يعتبر مش كونسترين قوي يعني، او هي مثلا ممكن تكون حاله خاصه مثلا. فبتكتب التر كولوم وبتكتب اسم الكولوم وبتكتب اللي انت عايزه كله، في الاخر بتحط مثلا نوت نال. هتقول لي طب انا مثلا لو عايز اشيل النوت نال دي اعمل ايه؟ هقول لك هتعمل نفس اللي احنا عاملينه فوق، بس الفرق ان انت هتشيل نوت نال وتخليها نال. يعني انت تكتب التر تيبل اسم التيبل بتاعك، هتعمل التر لكولوم عايز اغير في الكولوم دوت. طب هتخليه ايه؟ هخليه ان هو هيكون برضو نيم وبيقبل فاريت شار مثلا 50، بس المره دي ممكن يقبل قيمه نال. تمام. او ممكن نشيل كلمه نال، كلمه نال دي اصلا وهو في العادي زي ما قلنا فوق كده ان الديفولت بتاعه اصلا بيقبل قيمه نال. تعال كده نشوف مع بعض اكزامبل. تمام. ونطبق سوا. تعال بقى نشوف الاكزامبل على النوت نال كونسترين. اول حاجه عندنا تعال نكريت داتابيس جديده اسمها بروجكت. تمام. وتعالى نعمل يوز للبروجكت دي عشان نبدا نستخدمها. دلوقتي انا في الكولوم ليفل في الاكزامبل بتاعي انا كاريت تيبل اسمه ممبرز. تمام. الممبرز بتوع البروجكت دوت، والممبرز ده عنده اي دي، الداتا تايب بتاعته انتجر، واخد كونسترين برايمري كي. عندي النيم بتاع الممبر دوت عنده برضو داتا تايب بتاعه فاروت شار بيوصل لحد 50. تمام. وبياخد خاصيه النوت نال. نفس الكلام في الايميل برضو بياخد خاصيه النوت نال، ما ينفعش اسيبه فاضي. وبرضو الفون عندي بس ما بياخدش خاصيه النوت نال. تعال نكريت كده التيبل ده مع بعض. تمام. اكسكيوت يقول لك كوماندز كومبليت سكسسفولي. تعال نعمل ريفريش للداتابيس كده عشان تبدا الداتابيس الجديده تبان عندنا. اهو عمل ريفريش. تعال بقى نشوف البروجكت فين اهي. التيبلز طبعا كريتنا التيبل بتاع الممبرز. تعال نعمل كليك يمين edit top 200 rows. تعال بقى ندخل مثلا احنا قلنا ايه؟ ده احنا هنجرب دلوقتي الكولوم ليفل اللي هو مثلا ما ينفعش تسيب ولا النيم بنال ولا الايميل بنال. وخلي بالك ان في نفس الوقت برضه ما ينفعش تسيب الاي دي بنال عشان البرايمري كي قلنا بياخد معاه قيمه اليونيك كونسترين اليونيك وخاصيه النوت نال. تعالى كده مع بعض ندوس مثلا هنا نخليها واحد، وهنا مثلا نخليها احمد مثلا، وهنا مثلا نحط ايه at جيميل مثلا دوت كوم. تمام. والفون مثلا بيقبل قيمه نال عادي، انا مش هدخل، انا عادي مش عايز ادخل الفون عشان زي ما قلنا كنا انا عايزين نعمل بس هنا حاجه ما ننساش الهايلايت اللي احنا كنا حاطينه دوت. فانا هعملها بغرض معين اللي انا اوريك حاجه. تمام. ولو نزلت كده الاقي الداتا اتقبلت مني عادي. طب انا مش مثلا تعالى نحط هنا مثلا اتنين، انا هسيب ده بنال وهسيب الايميل بنال، ومثلا الفون احط مثلا 012 واجي كده هيقول لي طبعا ايرور ان النيم والايميل ما ينفعش يكونوا نال، ما ينفعش يقبلوا قيمة النال. تمام. فانا دلوقتي هبدأ دلوقتي ادخل مثلا قيم هنا، مثلا ادخل مثلا محمد مثلا، وادخل هنا مثلا @gmail دوت كوم، وانزل كده هيبدأ يقبل مني القيم. تمام. طب تعالى كده مع بعض. انا دلوقتي خلي بالك ان في الداتابيز عندي كولم موجود بتاع الفون دوت موجود ان هو بيقبل null value، يعني بيقبل ان انا ممكن ادخله قيمه null. بس انا دلوقتي بقى زي ما قلنا كده، تعالى بس اقول لك حاجه. قال لك you can't add it، يعني ما ينفعش تضيف not null لو التيبل دوت exist data contain null. يعني ايه مثلا؟ يعني انت مثلا بيكون عندك مثلا تيبل
واخد اصلا قيم نل. زي ما قلنا انت اصلا مخالف العقد قبل ما تبنيه، انت مخلي الكولوم ده اصلا عنده نل فاليو. يعني ايه مثلا؟ تعالى كده هيقول لك ان انت عندك الكولوم بتاع فون ده اصلا واخد نل، يعني هو اصلا فيه قيم واخده نل. تيجي انت مثلا بقى ايه، تعالى نعمل التر مثلا للتيبل دوت. وده السنتكس التاني طبعا عندنا، اللي احنا بنعمل التر للتيبل وبنعمل التر للكولوم عشان نضيف قيمه او خاصيه النوت نل. فانا طبعا لو جيت عملت ران هنا كده مثلا واكسكيوت، هيطلع لي ايرور طبعا. يعني بص هيقول لك ايه، كانت انسيرت ذا فاليو نل انتو كولوم فون. طب ليه ما ينفعش بقى؟ عشان انت اصلا عندك قيم نل. انت ازاي عايزه ما يشيلش قيم نل وانت عندك اصلا قيم نل؟ فالحل ايه هنا؟ الحل اللي انت طبعا لازم تروح الداتابيز تبدا تغير القيم دي كلها ل يعني يبقى في قيم، ما يبقاش فيه نل فاليو. الكولومز كلها يكون يعني تحتوي على قيم، وتبدا تشتغل كده. طبعا انا دلوقتي غيرت اهوت، يعني حطيت هنا مثلا 011 اهو. لو جيت بقى انا عملت ران دلوقتي، هل هيشتغل ولا لا؟ طبعا ان شاء الله هيقول لك كوماندز كومبليت سكسسفولي. فدي طبعا حاجه يعني مهندسين كتير بيقعوا فيها، او طلاب مثلا كتير بيقعوا فيها، اللي هي بتكون ان انت اصلا باني الداتابيس بتاعتك وباني التيبل بتاعك ومدي خاصيه النوت نال لاصلا كولوم انت اصلا حاطط له نال بايدك. فانت هنا زي معنى كده ايه، انت مخالف العقد قبل ما تبنيه. تمام. طب تعالى نقول مثلا كده ان احنا كده كله بقى عندنا نوت نال. يعني انا كده دخلت 3، ودخلت هنا مثلا اي حاجه كده، اي قيم مثلا. تمام. مثلا @mail دوت كوم. وجيت هنا مثلا، طبعا الفون برضو مش هيبقى ليه مني نل اهو، زي ما قلنا معايا ان هو ما يقبلش نل. لو جينا ننزل كده ان شاء الله يقبلها معايا. وتعالى بقى اقول لك مثلا انت لو عايز تريموف النوت نال دي بتعمل ايه. بتقول لك ان تعمل التر للتيبل برضو بتاعك، وبتعمل التر للكولوم، وبتبدا تعيد كتابه الكولوم تاني، مثلا النيم الفاريت شار مثلا النل. طبعا انت هنا بتقول له ان بعد كده النيم ده ممكن يقبل قيم نل عادي جدا. فلو جينا عملنا اكسكيوت مثلا للكويري ديت، يقول لك كوماندز كومبليت سكسسفولي. فانت كده بالنسبه له تقدر تضيف هنا قيمه نل عادي. حتى بص انا هنا مش هاجي اعمل حاجه، واجي اعمل مثلا ان هي هنا مثلا ايمي جيميل دوت كوم. تمام. والفون برضو احط مثلا 010 واجي انزل كده. تمام. قبل مني القيم طبعا وخلى النيم بنل، والحمد لله الدنيا تمام. ده كان شرح للنوت نل كونسترين او خاصيه النوت نل. عرفنا فيها كل حاجه، عرفنا ازاي بناد وامتى ناد وامتى ما نعملش اد. تمام. وان شاء الله الفيديو الجاي مع كونسترين جديد. اشوفكم بخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.